والفريق اللي جاي هايف جامعة مصر الدولية. احنا اول مدينه صناعيه فيرتشوال في مصر. احنا بنجمع كل المصانع اللي موجوده في مصر في بلاتفورم واحده. هايف هي بتوصل كل المصانع للاس ام ايز الموجودين في مصر عن طريق تول مانيفاكتشرنج. كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تكتب البرودكت بتاعك في السيرش بار اللي موجود فوق، ومنتهى السهوله بيجي لك كل المصانع بالمينيمم اوردر كوانتيتي، بالتكلفه، بسعر الوحده، بكل حاجه انت ممكن تتخيلها عن المصنع ده. انا هدي صوتي لهايف. هدي صوتي لهايف. انا مع الترس، مع هايف. هايف هم خلية نحت، فأنا مع هايف. ألف مبروك فريق هايف، تم تصعيده لمنافسة على 2 مليون جنيه من جينزي في التصفية النهائية. السلام عليكم، ازاي حضرتك؟ تخيل حضرتك معايا كده لو حد شاب طموح مصري عنده منتج او فكره عايز ان هو ينفذها على ارض الواقع في اراضي مصريه بصناعه مصريه، وما عندوش الموارد ولا عنده الريسورسز اللي هو يقدر يوصل بيها للصناعات المصريه في المصانع المختلفه في مصر، هيعمل ايه؟ هنا احنا كنا شريك النجاح لعدد كبير جدا من الشباب المصريين اللي من خلالهم قدرنا ان احنا نوفر لهم ونربطهم ما بين المصانع المصريه، بحيث ان هم بدل ما يستوردوا اي منتج مستورد او يصنعوا بشكل مستورد، لا يصنعوا بشكل محلي في المصانع المصريه عن طريق البلاتفورم بتاعتنا. مجرد بس بيكتب البرودكت بتاعه في السيرش بار بتاعته عن طريق البلاتفورم بتاعتنا، يطلع له كل المصانع اللي بتصنع البرودكت ده، وعن طريق سعر الوحده بكام، ومينيمم اوردر كوانتيتي اللي هي اقل كميه تصنيع بتبقى بكام، وكل السيرتيفيكيشنز والاجراءات بتاعه المصانع، لدرجه ان كان في مصانع كانت مش مرخصه جات لنا عايزه ترخص عشان تبتدي ان هي تعرض البرودكتس بتاعتهم والخدمات بتاعتهم على البلاتفورم بتاعتنا. فاحنا ساعدنا بشكل كبير جدا الشباب المصريين في ان هم يبتدوا يصنعوا بشكل محلي، وان هم ينقلوا المنتج بتاعهم من مجرد مصر للعالميه، عشان طبعا زي ما حضرتك عارف ان احنا في رؤيه مصر 2030 احنا بنستهدف ان احنا نحول مصر بشكل رقمي. فانا ابتديت بالصناعه عشان هي العمود الفقري للصناعه المصريه. وشكرا. وبعد اذن سيادتك في سؤال تكنولوجي من ميرنا باعتبارها يعني مديرة مايكروسوفت مصر، وبعد كده لو سيادة الفريق يسمح لي هسأل في التكنولوجي والصناعة مش هدخل فيها. يعني طبعا احنا شفنا فريق هايف واعجبنا جدا بالفكرة، تشجيع للصناعة، تشجيع ان احنا هنجيب عملة صعبة من بره، هنقدر نصدر. بس من ناحية التكنولوجي هتضمن منين في البلاتفورم بتاعتك؟ النهارده انت بتشير ديتا مهمه بتاعت مصانع ومنتجات وكده، افرض جايلك اوردر من بره، تضمن منين ان ده مش سكام؟ تضمن منين انه بعد ما يحط الاوردر والمصنع اللي في مصر هيصنع انه ده مش هيبقى نصاب مثلا؟ وتضمن منين السكيورتي بتاعه المعلومات اللي هتبقى عندك على البلاتفورم؟ شفنا فريق هايف واعجبنا جدا بالفكره، تشجيع للصناعه، تشجيع ان احنا هنجيب عمله صعبه من بره، هنقدر نصدر. بس من ناحيه التكنولوجي هتضمن منين في البلاتفورم بتاعتك؟ النهارده انت بتشير ديتا مهمه بتاعت مصانع ومنتجات وكده، افرض جايلك اوردر من بره، تضمن منين ان ده مش سكام؟ تضمن منين انه بعد ما يحط الاوردر والمصنع اللي في مصر هيصنع انه ده مش هيبقى نصاب مثلا؟ وتضمن منين السكيورتي بتاعه المعلومات اللي هتبقى عندك على البلاتفورم؟ احنا عندنا في ده الاساس مش أسئلة، ده احنا عندنا في الاساس خمسه من اشطر الناس اللي موجودين في مصر ماسكين السايبر سيكيورتي بتاع الويب سايت بتاعنا. فمن خلال ده احنا بنقدر ان احنا نضمن ان يبقى فيه كومبليكيشنز، ويبقى فيه فاير وول وحاجات بتمنع ان يبقى فيه اي لاك للانفورميشن. لا، وكل احنا اصلا التكلفه بتاعتنا كلها تقريبا رايحه على السايبر سيكيورتي، عشان ده طبعا يعني حاجه قويه جدا، وما نقدرش ان احنا يعني نسمح بحاجه زي كده اساسا. وطبعا في الحاجه الثانيه في ان احنا يبقى في سكام وكده، احنا بنروح بيتبعت سامبل للشخص بيعمل عليها ابروفل، وبناخد منه كونسنت، على الاساس ده بنضمن عمليه التصنيع، وعلى الاساس ده احنا بنبتدي ان احنا نصنع بشكل اساسي. فلا احنا بنضمن كل خطوه من خطوات التصنيع. وبالمناسبه احنا المصانع اللي احنا اصلا متواجدين معاها احنا بننزل بشكل فيزيكالي واساسي ان هم يبقوا ان احنا نشوفهم على ارض الواقع، ونشوف عمليه الكيو اي والكيو سي، وهل هم مدرجين في القائمه البيضاء بتاعه المصانع وكده، عشان نضمن ان ما يبقاش في اي حاجه اسكام او يبقى في اي مشاكل تواجهنا. تمام، انا ضمنت التكنولوجيا يا فندم. الف مبروك. الله يخليك يا فندم. الف مبروك، متشكرين.